ما تروحش تنكش الوحش وترجع تندم جحش. وبعد ما الفيديو بتاعي اتصدر تويتر امبارح وكل الناس نازله بهاشتاج قافله الكسكسي، تعالوا لي يا برشا. ليه قله الادب على مصر؟ يعني ليه نجيب لنفسنا التهزيق؟ ما ربنا يقوم باعت لك واحده زي مختله عقليا معاه شهاده معامله اطفال، كلمتها مسمعه محبوبه من طوب الارض، هتقوم مسفلته وشك وحشياك اطراف جبنه. قبل اي كلام انا واثقه 100% ان الشعب التونسي بيعشق مصر وما يرضاش بالمسخره وقله الادب دي. مش العريس برضو عندكم بتسموه معرس؟ كلامي موجه لشويه المعرسين اللي عندكم، الرد هيوصل لكم ويسلخ فخدكم. صفحه تونسيه امبارح كبيره، بس طبعا انا لو قلت اسم امك هعمل لك اعلان ما تحلمش بيه طول حياتك. يعني لو قعدت تبيع كليتك عشان تعمل اعلانات مموله، مجرد ان الكبيره تذكر اسمك انت كده عديت الفلنكات بصاروخ وتوثقت تاني يوم. الولد منزل فيديو ان مصر بلد الرقصات. يا اخويا احنا اول مره نسمع عن التوانسه كان عن طريق الست الطاهره دي، اي زبون هكا ولا هكا ما تجيش الا لما نغمز لك. قال لها نهار اسود على الكلام. خدها وروح بيها البيت لقوا داخلين ورا بعض طوابير. قال له منك لله يا عم بخ، جبنا نظم المرور. اخر واحد داخل قال له خش اقلع.